ان شاء الله هخليك تقفل المواد الشرعيه والكلام ده من واحد مقفل المواد الشرعيه الحمد لله، مش ناقص غير درجه واحده في الفقه. واخيرا الفيديو بتاع المواد الشرعيه، الفيديو ده انطلب مني كتير كتير كتير، ويا رب الفيديو يتشاف. مش عارف ليه الفيديوهات بتاعت الازهر بالذات ما حدش بيشوفها اصلا، فلو الفيديو دوت يعني نسبه كبيره شافته، ان شاء الله هعمل فيديو المواد العربيه، وهعمل فيديوهات كتير للازهر يعني. هعمل لك جدول باذن الله هتلم المواد الشرعيه كلها في حوالي 14 يوم، بس الجدول هيكون مضغوط حبه يعني حبتين. فلازم عشان تلم المواد الشرعيه ما تستهونش بيها، المواد الشرعيه هي اللي هترفعك في المجموع، هي والمواد العربيه. والجدول ده ان شاء الله هيكون من البدايه خالص اللي ما فتحش اي درس، ويا رب يعني الناس تكون مذاكره اي حاجه في الفقه، لان الفقه تقيل، هو اللي هيكون عامل ازمه في الموضوع. وبرضه انا سالت حد في دفعه 2026 على المنهج يعني، عشان لو في اي تغييرات ولا حاجه، وقال لي عليه. وانتوا برضه لو في اي مثلا تغيير او في اي حاجه اكتب لي في الكومنتات. في التوحيد 20 درس، وفي الفقه 6 فصول. انا عارف ان الفقه كل فصل فيه كذا درس يعني. والحديث 19. تفسير 4 صور، وتقريبا الادب بيبقى عليهم زيادات يعني، بيبقى عليهم حاجات اكتر. وحرفيا المواد الشرعيه هتبقى سهله جدا بالنسبه للناس اللي بتحب الحفظ، لان هي تقريبا ماده حفظ فيها سنه فهم بسيطه خالص. اه انت مطلوب ان انت في الامتحان تكتب بنص الكتاب، بس لازم تفهم فيها شويه حاجات. فانا كنت من النوع اللي بيحب الحفظ، فهي كانت ماده بالنسبه لي سهله جدا. يلا بقى نبدا في الجدول بتاعنا. هو بالجدول هيبقى مضغوط شويه معانا، بس عشان لازم تخلصها، لان المواد الشرعيه ما ينفعش ان انت تستهون بيها، لان هي عليها اكبر عدد درجات. وفي الجدول ده ان شاء الله هنخلص التوحيد في 4 ايام، والتفسير في 4 برضه، والفقه في 6، لان الفقه كبير يعني. وبرضه مع الجدول هيبقى فيه حديث، فالحديث ان شاء الله هيخلص في ال8 ايام بتوع التوحيد والتفسير. هنبدأ بالتوحيد. أول حاجة في الجدول بتاعنا مبدئيا التوحيد سهل، ده مفيش اختلاف عليه. الدرس صفحة صفحة ونص، هم حوالي مثلا 3 4 دروس بالعدد اللي هم كبار يعني، كذا صفحة. فالتوحيد يعني مادة لذيذة. مثلا أنا أخلص منهج التوحيد ده في اليوم مرة مثلا، لأن التوحيد الدروس بتاعته سهلة ومش كبيرة، يعني سهلة ومش كبيرة. وفكرك تاني إن الجدول هيكون مضغوط، أنت برضو عايز تطول في المدة وتقلل مثلا في عدد الدروس أو كده، براحتك عادي خالص. انت براحتك. فانا بحاول اخلصهم لك بدري يعني، او بحاول اخلصهم لك في مده صغيره عشان تلحق مثلا تراجع براحتك، ما تكونش قلقان، وعشان برضو المواد التانيه. اول يوم هناخد 5 دروس توحيد ودرس حديث. 5 دروس توحيد، هتقول لي 5 دروس توحيد، اقول لك اول كام درس توحيد. يلا بالسلام. المهم اول كام درس توحيد: السمعيات والملائكه والجن والشياطين والموت كلها. هي تقريبا الجن الملائكه والجن صفحتين 3، والباقي كله صفحه. فانت 5 دروس هتقسمهم على اليوم كامل، مش هيأثروا معاك في حاجه. يبقى بإذن الله ال 20 درس توحيد هنقسمهم على 4 أيام، 5 دروس 5 دروس 5 دروس، على 4 أيام، ومع كل يوم حديث واحد بس. كده احنا خلصنا من التوحيد الحمد لله. هيجي عندنا التفسير. ممكن التفسير يبقى رخم شوية مع بعض الناس اللي هي برضه ما بتحبش الحفظ، عشان هو صور يعني. فأنت عندك تقريبا 4 صور. كل يوم هتاخد صورة واحدة بس، يعني كل يوم هتاخد صورة واحدة بس، وإن شاء الله هتخلصهم. يبقى كده أنت برضه معاك كمان 4 أيام خلصت فيهم التفسير. يبقى أنت كده معاك إيه؟ معاك 8 أيام خلصت لي التوحيد والتفسير، وبرضه هيكون معاهم 4 أحاديث. هنيجي بقى على آخر 6 أيام في الجدول هيكونوا للفقه. وأنا الصراحة مش عارف الفقه كام درس بالظبط، بس تقريبا هم 6 فصول يعني كل فصل متفرع منه كذا درس. يبقى كده نجيب الجدول من أوله. عندنا أول 4 أيام 5 دروس توحيد ودرس حديث. أول 4 أيام 5 دروس توحيد ودرس حديث. كده أنت معاك، كده أنت خلصت التوحيد. نخش على ال4 أيام اللي بعدهم، خد كل يوم صورة تفسير، وناخد مثلا درسين حديث. فأنت كده عندك في أول 8 أيام خلصت التوحيد والتفسير، ومعاك 12 حديث خلصتهم، وان شاء الله يعني الحديث سهل وكويس. نيجي بعد كده على الفقه. عندك 6 ايام للفقه ب6 فصول. ولو في برضو اي زيادات اكتب لي في الكومنتات، لو في اقل برضو اكتبها، لان انا مش متاكد من موضوع الفقه يعني. المفروض ان هم 6 فصول. فانت هتاخد لي مع كل فصل على حسب بقى الفصل فيه كام درس او متفرع منه كام درس، تاخد مع حديث واحد بس. يبقى انت كده معاك 6 احاديث. يبقى 6 و12 كده معاك 18 حديث، وهم 19، وهيفضل حديث واحد بس هتذاكره. يبقى انت كده هتخلص ان شاء الله المنهج كله في 14 يوم. تبدا بقى تراجع وتحل، تبدا بقى تراجع وتحل. ولازم تراجع عليهم تاني، وبالذات التفسير لانك هتنساه، لان في كميه حفظ كبيره. والفقه برضه في احكام، هتراجع عليهم كلهم يعني، هتراجع عليهم كلهم وتحل. ان شاء الله هعمل فيديو عن كتب الحل يعني، احسن كتب تجيبها بالذات المواد الشرعيه والمواد العربيه، وباذن الله تخلصهم ان شاء الله. لو التزمت بالجدول ده هتخلصهم في 14 يوم. وبفكرك تاني، الفقه مش تستهون بيه. الفقه ماده تقيله وعليها درجات كتير يعني، هي مش ماده تقيله، هي ماده حفظ وعليها درجات كتير. وان شاء الله الفيديو دوت يعني لو جاب تفاعل او كده، هعمل ان شاء الله المواد العربيه. انت برضو لو حاسس ان الجدول فيه ضغط او مضغوط فيه ومؤثر على المواد التانيه، عادي زود المده براحتك عادي. انت برضو كل واحد على حسب مقدرته. ما تنساش تشترك في القناه، ولو في اي مثلا تعديل في المنهج او تعديل في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات.